ازيكم فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. في فيديو النهارده ان شاء الله نتعلم مع بعض ازاي ممكن نعمل اسكان او نعمل نحت يعتبر لحاجه جوه مقاس معين. فلنفرض على سبيل المثال مثلا محفظه او بوك او شنطه او خشبه او جذع شجره زي ما الاخ هنا طالب على القناه. تمام، وكل اللي كان عاوز يعمله ان هو يعمل اسكان لحاجه جوه جذع شجره. جذع شجره بيكون مثلا مقاسه 20 23 24 ايا كان مقاسه، ما علينا منه مقاسه كام. احنا الفكره كلها احنا جايين نشرح الطريقه اللي احنا نشتغل بيها. انا الطريقه دي يعتبر اتكلمت عنها بس مش بطريقه مباشره، يعني لو متابعين فيديوهات القناه هتلاقي في فيديو انا عملته في حاجه قريبه من كده. تمام، الطريقه ازاي؟ الموضوع بسيط جدا على فكره، يعني الموضوع مش مستاهل حاجه، ان شاء الله تفهموا منه، تفهموا الموضوع ببساطه. اول حاجه بتعملها انك بتقيس القطعه اللي انت عايز تشتغل عليها. فرضا جذع شجره عندي 30 في 30 مثلا، او ماشي نقول 30 في 30 ايا كان مش تفرق معاه، هنقول ان هو 30 في 30. دلوقتي انا عاوز اكتب فيه بيانات مثلا بتاع ده صينيه، هعتبره صينيه خطوبه. تمام، مثلا مازن بتاع مش عارف ايه، هكتب مثلا مازن. حلو الكلام، نغير بقى الفونت نخليه مثلا اي فونت اي حاجه وخلاص مش تفرق حاجه. وبعد كده باجي موسطن، انا دلوقتي عايز اوسطن، بدوس على سي واي. سي بيوسطن واي بتوسطن، يعني طول وعرض. هو حاليا كده يعتبر متوسطن بالظبط في نص القطعه دي. ايا كان بقى الزيطه اللي جوه دي عباره عن ايه، انا مش جاي اتكلم في كده، انا جاي اقول لك تعمل ازاي. فانا دلوقتي هعمل اكسبورت عادي جدا زي ما بعمل اي شغل، وبسميه مثلا اي حاجه بس لازم يكون بالانجليزي. تمام، بعد كده بعمل اكسبورت وبعد كده بسيف وباجي على برنامج المكنه. تمام، وبعمل امبورت للديزاين بتاعي بالشكل ده كده. ده المفروض ان هو جذع الشجره الخارجي، او ده مقاس جذع الشجره عندي. فبعمل ايه؟ بخلي الشكل ده سكان مثلا، ايا كان انت عامل اللون ايه، انا عامل اللون الاخضر سكان. وباجي على الفريم الخارجي. انا الفريم ده كل اللي انا عاوز منه اللي انا احدد بس الشكل. انا عاوز اعرف اخلي المكنه، بص انت هتشتغل في الحدود دي، وانا بالنسبه لي ابقى عارف الكلام ده هيبقى ظاهر فين في الجزء. يعني مثلا هنا التاريخ، هنا الاسم، هنا مثلا اسم العروض ايا كان. فانا عايز افهم المكنه ان الحاجات دي هتتعمل في الاماكن دي بالظبط. فانا بعمل ايه؟ باجي هنا اهو على الاطار الخارجي، وبعد كده بختار مثلا اللون ده. بعد كده باجي هنا وبخلي هنا از اوتبوت دي بخليها نو. تمام، وبتخلي السرعه عادي 400 والباور 0 ايا كان. انت طالما عملت اوتبوت نو خلاص، معنى ذلك ان الليزر مش هيطلع اصلا. بعد كده يا باشا بتظبط الهيد بتاعك بيحس ان هو يكون، بعد كده بتظبط المكنه بحيث انها تكون، او بتظبط الهيد نفسه بحيث ان هو يكون اول المكنه من على اليمين، او اول الجذع من على اليمين، وعلى اول الجذع من فوق. بمعنى اخر ان يعتبر الهيد بتاعي يكون هنا كده في النقطه دي كده بالظبط، بحيث ان انا اول ما ادوس ستارت اللي بيحصل الجذع بيعتبر ان ده شغل، ده انا الحته دي انا هشتغل فيها. تبدا انت كده بتفهم المكنه يعتبر انك لا، انا هي دي المساحه اللي انا هشتغل فيها، بس دي مالكش دعوه بيها من الاخر. هتلاقي الفيديو برضو موجود على القناه، كنت بتكلم فيه عن تقريبا عن محافظ او حاجه زي كده، برضو في نفس الموضوع. فدي حاجه تاني بس عشان الاخ اللي طلبها. يا رب يكون الفيديو عجبكم او استفدتوا منه. لو ما استفدتش هتلاقي او ما عرفتش، ما وصلتلكش المعلومه، هتلاقي الرقم بتاعي ان شاء الله سيبه لكم في الديسكربشن، رقم الواتساب الشخصي ورقم المحل باذن الله. تمام، فبس كده كان معاكم مازن العجوز. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.